الاول يعني بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحيي الدكتور احمد الشناوي ان احنا النهارده بنقدم استفاضه للدستور بشكل محترم وشكل مهني من خلال متخصص. وانا بشكر قناه الدلتا اللي هي اتاحت لي الفرصه ان انا اقعد مع راجل متخصص هنا. احنا بنقول للجمهور، لا بنقول لكم نعم او لا. احنا بنوضح الدستور والرؤيه على الراوي والحكم لك. احنا مش هنوجه رأي الناس زي ما كان بيحصل قبل كده، واحنا نستغل تلك القناة المحترمة في رؤية شخصية، ولكن احنا بنقول رؤيتنا احنا، واحنا مسؤولين عن رؤيتنا من خلال هذا الدستور. دستور محترم كفل الحريات وكفل الواجبات، دستور لم تشهده مصر من قبل، شارك فيه كل المجتمع، لم يهمش احد، دستور غطى كل الاقليات والمهمشين في مصر. كل من يقتل ارض مصر هو له حق وعليه واجب. ليس الدستور بالاهميه المطلقه، يعني انجلترا عايشه من غير دستور، امريكا فيها 27 ماده في الدستور. فاحنا مش عايزين نهول ونحسس ان المواطن ونخضه ان الدستور حدث جسد. لا تستمع للشائعات، تدبر امرك بنفسك. هذا الدستور موجود، اعمل داونلود من على النت هينزل لك. انا عملته وطبعته جبته في ايدي اهوت، اقرا فيه هتلاقي فيه هذا الدستور لم يتطرف، لم يكن بالشواذ كما يقال عنه، لم يكن للعلمانيين والليبراليين والقفرة كما قالوا. هذا الدستور أقاموا أعلى مؤسسة دينية في مصر ألا وهو الأزهر الشريف، حافظ الحريات وعمل على الواجبات. أما بالنسبة لرأي سؤال سيادتك يا زايد بيه، حتة الرئاسة أولا أو البرلمانية أول. أنا أفضل، ودي يمكن وجهة نظر الوفد ورئيسه، ان احنا نبتدي بالرئاسة الاول حتى تحدد الشكل السياسي اللي هتسير عليه الدولة، الملامح الاساسية صحيح. لان طبعا حتة البرلمان، وده يمكن المادة 142 زي ما الدكتور احمد قال، ان هو بيشترط لقبول ترشح الرئاسة ان يزكى المترشح ب20 عضوا على الاقل من اعضاء مجلس النواب، او ان يؤيده ما لا يقل عن 25,000 مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 مواطن. هنا دي مش هنتوقف عندها. ده انا بقول لحضرتك النص صريح. احنا ما فيش، احنا دلوقتي في حاله ايه؟ فراغ برلماني. فانا هنا عندي المشرع حضرتك برجع للمحكمه الدستوريه، وهنا حضرتك زي ما رئيس المحكمه الدستوريه كفل لي بحضرتك ان هو بيدير شؤون الدوله، كذلك الحال بموافقه المحكمه الدستوريه وال25,000 مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظه. يبقى هنا حضرتك عندي البند اللي هو بتاع 25,000 من 15 ده بيستعيد عن الباب الاول اللي هو 20 نائب، تمام، وبحد ادنى 1000 مؤيد من كل محافظه منها. ده النص ده حتى كان موجود قبل كده وما فيهوش تعديل قوي، وفي جميع الاحوال لا يجوز تأييد اكثر من مرشح، ذلك على النحو الذي نظمه القانون. تمام. طيب اسمح لي ارحب بالدكتور احمد الشناوي، ضيف عزيز علينا كلنا ورجل متخصص نحن في امس الحاجه ليه، واهنئ الشعب المصري على هذا الدستور العظيم. لم تشهد مصر مثل هذا الدستور يكفل الحريات ويحافظ على الواجبات، وهذا هو الدستور نتاج لكل الشعب. حافظ على الحريات والواجبات، حافظ على العامل والفلاح، حافظ على كل المهمشين، ساوى بين المواطنين كلهم في كافة الحقوق والواجبات. هذا الدستور بحق لم تشهده مصر من قبل. وبرضه انا بقول للناس الدستور مش قرآن، نصوصه مش هنقول ان هي ثابته، كله يؤخذ منه ورد عليه، ولكن انا شايف الدستور في مجمله دستور ساوي جدا، يعني ادى باداء شكل راقي. صنعوا مجموعه من المتخصصين والمهره ابناء الوطن ينتموا لهذا، واحنا كحزب الوفد كنا احد صناع هذا الدستور ممثلين في الدكتور سيد. الحقيقه لو يعني كل ثانيه 1000 تحيه لهؤلاء لجنه ال50 مش هتكفيهم الحقيقه. والله هذا الدستور دستور الحقيقه يعني احنا كان لنا تحفظات، كل المصريين سعداء. كان لنا تحفظات في الاول ان لجنه ال10 كانت سابقه ومش لاحقه، لكن بالفعل لجنه ال10 وضعت مسار قانوني ودستوري تلاشى فيه لجنه ال50 اي اخطاء فنيه. الدستور في مجمله دستور محترم جدا، داوى الثقل الذي حل على مصر من دستور مشوه ومعايب دستور 2012، دستور كان يعطد الفتنة والطائفية في مصر. يمكن لما جينا كلنا وقفنا للمادة 219 سألنا متخصصين وسألنا دينيين، اقرار صريح ان الاسلام به مذاهب، وهذا ضد الاسلام وضد الدين، لان الاسلام تفرق اليهود والنصارى على اسلام 70 شعبة، امتي على اساس 70 كلهم
في النار الا شعباتي. مبدا التشعيب اللفظي في الاسلام مرفوض. فكونك انت بتقول مبادئ الشريعه وفقا لمذهب اهل السنه والجماعه، ده مش موجود في الاسلام. الاسلام ما فيهوش مذاهب، لا فرق ولا نحل في الاسلام. الدستور 2013 بحق دستور حافظ على الطفل، حافظ على العامل والفلاح. حته ال 50% عمال وفلاحين خلاص احنا يعني دي لما تيجي تشوف الناس اللي كانت بتدور على الاصلاح الزراعي كانوا كلهم بيرفضوها. احنا ما شفناش ممثل للعمال ولا الفلاحين، ولكنها كانت لفتره زمنيه او حقبه زمنيه معينه اصبحت غير سويه. واحنا بنتكلم دلوقتي حضرتك في حقوق المواطنه ان ما فيش كوتا. المواطنين كلهم سواء رجل او امراه، لا يفرق بين احد بدينه او بشكله او بلونه او بهويته او بجنسيته، كله امام القانون سواء. هذا الدستور كفل كل هذا. احنا كممارسه حقوق سياسيه لن تستقيم الحياه في مصر الا بتعدد الاحزاب. هذا ما كفله الدستور. الدستور الحقيقه زي ما حضرتك ذكرت في البدايه انه لم يترك اي شيء ما همش حد. تمام. لن يهمش اي احد.